من ضمن ما سمعنا من شيابنا الأولين رحمهم الله تعالى، وهذه المآثر وهذه الحكايات يجب أن يتعود عليها ويحفظها أبناءنا كما حفظناها من آبائنا وأجدادنا، كما حفظنا أنسابنا. يسولفونها قبل، يقولون أنه حدثت قتل بين رجل من البعلي الجاسم من الإدليم ورجل من البيجات. رجل من البعلي الجاسم قتل رجل من البيجات، هذه في الأزمنة السابقة جدا. يقال إنه شيخ البعلي الجاسم في ذاك الزمان بديوي المطلق الله يرحمه، ويا رجل كان اسمه حمادي الجلعوط، ويا جمع من الخيالة ومن فرسان عشيرة الإدليم، جاءوا إلى تكريت إلى منطقة العوجة، يريد يفصلون هذا الرجل. حددوا موعد مع الناس وجو ليفصلون هذا الرجل. وصلوا، لما وصلوا الدنيا ظلمة يظهر، يعني وصلوا تدري قبل على الخيل، يظهر طالعين يعني بليل، وصلوا تال الليل، وصلوا قبل الصبح. فقالوا إحنا نقعد إلى ما تكشف الدنيا، يا الله انطب ما ترام. فلما وصلوا وإذا أكو خيل وأكو خيالة، هذول الخيالة قاعد ينهبون في بيوت في أطراف قرية العوجة. فابديوا المطلق شيخ البعلي الجاسم الله يرحمه قال للربع، قال لهم يا ربع شنو هالرأي؟ طبعا النهابة ما يشوفون هذول قعدوا يعني عسكروا يمتلأ أو مكان ما يشوفوهم. يعني قال يا الربع شو تقولون؟ يعني إحنا شو نسوي؟ شو نعمل؟ فواحد منهم قال والله نقعد هنا، احنا شنو علاقتنا؟ احنا ما لنا علاقة بالموضوع الى ان ينتهي هذا النهب، وبعدين تكشف الدنيا واحنا انطب جايين على قضية غير هاي القضية. واحد قال والله ما راهمة، يعني اخاف احنا نظل قاعدين، ان ظلينا قاعدين وطبينا اخاف هاي القرية هاي العرب خاف يقولون هذول انهبونا، اخاف مو يقولون انهبونا، اخاف يقولون هذولا عندهم علم بالنهابة وما سووا شيء، يتهمون يقولون هذولا جبناء. فوالله أنا رأيي نرجع ونأجل هاي القضية، وبأي وقت آخر ورا ما تنتهي هاي السالفة نجي ورا كم يوم ورا كم شهر نجي يعني ونتعذر من الناس، نقول لهم يابا اعذروا ونعود احنا ما قدرنا نجي بهاليوم. حماد الجلعوط الله يرحمه قال والله لا ظل قاعدين ولا نرجع، والله هذه مو شمتة العرب، والله هذول الناس عرب وصحيح بيننا وبينهم قاتل ومقتول، لكن والله هاي مو شمتة العرب وهاي فرصتنا، وهذول نهابة ونغير عليهم ونقتلهم ونرد الحلال. رادوا منه قالوا والله أنا يقول هذا الرأي الصحيح. وافقوا الرأي، قالهم شوفوا هذا راس الفرسان، راس فرسان هذول كانوا من عشيرة العقيدات النهابة. قالهم هذا راس الفرسان يسمونه الهادي من العقيدات، قالهم هذا ما لكم شغل بيه، لا حد يتقرب عليه، لأن هذا ضربته ما يثني أبدا، يعني فارس كان معروف الهادي من العقيدات، قالهم ضربته ما يثني عليها أبدا، دير بالكم هذا عوفوا علي، هذا خلوا علي، أما الباقين أنتوا ماكو مشكلة. يقول عاد أخوت عليا والنعم منهم البعلي الجاسم، يقول كدوا عليهم وقالوا وتنخوا وقالوا يقول أردن وانجل همومك، كدوا عليهم. يقول ويشد حماد الجلعوط مباشرة على رئيس الفرسان الهادي، يقول لك ويضرب من على الفرس ضربة واحدة ويجضع ويكتله مكانه. بقية النهابة من العقيدات لما شافوا هالشكل، ولما شافوا انه الفارس الكبير رئيسهم انشتل، يعني خافوا وتخربط وضعهم، وكروا عليهم البعلي الجاسم، واشتلوا وانهزم الانهزم، وردوا الحلال لهلا. والله تكشفت الدنيا، وإذا جو البعلي الجاسم القرية العوجة الناس البيجات قعدوا دحقوا الحلال منهوب، دحقوا تال المعركة شافوها، والله دحقوا هذول شنو الفرسان اللي قاعد يقتلون هذول النهابة، القاعد ينهبون
بالعرب. واذا بهم البو عليه جازم، يابا شنو انتم شنو القصه؟ قالوا والله القصه مثل ما تشوف عندكم، هذا شتناه والاسرناه واللي انهزم، وهذا حلالكم، والقصه هيك وهيك، واحنا جايين نفصل ابننا، احنا جايين على الفصل، لكن شفنا رجعه ما ترهم، وإن ظلينا قاعدين وطبينا هم يجوز تقولون لو انتم لو انهزمتوا ليش ما كذا، فوالله هذا سويناه احنا. والله عاد في ذاك الوقت يقال انه شيوخ البيجات قالوا لهم أزلمة جايين عليه جو الفراش، وضيفوهم 15 يوم حسب ما يذكر الشياب، قالوا ما هدوهم ولا رضوا يهدوهم 15 يوم يوميا ببيت واحد، يوميا يذبحوا لهم ذبايح ببيت واحد من البيجات 15 يوم، يلا هدوهم وارجعوا على ديارهم. فينبغي على الأبناء والأحفاد أن يحفظوا هذا التاريخ، وينبغي على اللي يعرف سوالف العرب أن يقيم الرجال لها قيمة، ينبغي أن يقيم الرجال وأن يعرف التاريخ جيدا.